الشخصيه المكروهه وتعالوا نتوقع مع بعض بروك ليزنر هيرجع امتى. ويلا بينا من غير اي كلام كتير. Best of the best. I'm the greatest universal champion of all time because I smashed everyone. I'm your tribal chief. I'm the head of the table. The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner in God mode himself. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناه عشان نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت. يلا بينا، وشكرا على 400 مشترك ويمكن بيزيدوا دلوقتي وانا ما اعرفش. فيلا بينا نخش على الفيديو. تعالى على اول حاجه على موضوع بروك ليزنر. بروك ليزنر لو كان هيرجع قريب يا جماعه كان زمان رجع في ريسل مانيا او في الرويال رامبل اللي فات. كان هيرجع في الرويال رامبل اللي فاتت بس ايه حصل المشاكل اللي انتوا عارفينها يعني وكده. فهو يعني ايه لو كان هيرجع قريب فكان زمانه رجع في الريسل مانيا اللي فاتت، وما كانش يعني هتبقى حاجه يعني عبثيه ولا اي حاجه، كانوا متوقعه جدا اصلا يعني، وكنا كلنا مستنيينها بس لنا اندرتيكر هو اللي رجع يعني تمام. وتريبل اتش قال ان هو بيتمرن في بيته او قاعد في بيته ولو هو عاوزه هيجيبه يعني. فانا عن نفسي انا بتوقع ان هو يا اما هيظهر في سمر سلام او في الرويال رامبل. عرض من العرضين دول هيظهر فيهم بروك ليزنر اكيد 100%. ده بالنسبه لي ده توقعي امتى بروك ليزنر هيظهر يعني وكده، عشان مش عاوز حد يتحمس يعني ان هو ممكن يعني الاخبار بتطلع كتير ان هو بروك ليزنر راجع بكره، راجع بعد الرول اللي فات، راجع سماك داون الجاي. الكلام ده يعني ايه ما بياكلش عيش يا صاحبي، ركز معايا كده وفوقك من الكلام ده. هو يا اما بروك ليزنر هيرجع في عرض سمر سلام او الرويال رامبل عشان يبقى ايه يجيب مشاهدات كتير، حاجات خضه كده، حاجات تبقى في العرض يعني ايه تشد الجمهور يعني وكده. وممكن يقوم لما لك قبل العرض بكام حاجه كده عشان يرجعوا لك مين بروك ليزنر يعني. فده حاجه ركز معايا فيها لان هتلاقيها بتظهر قدامك، وركز في الحاجات دي. فهو يا اما في سمر سلام او الرويال رامبل، عرض من العرضين دول هيرجع فيهم بروك ليزنر. ده بالنسبه لي ده توقعي. قول لي انت توقعك تحت في التعليقات، ومش شرط ان التوقع ده يطلع صح 100% يعني، ده توقع بالنسبه لي انا اتوقعه. تعالوا بقى نعرف على موضوع رومان رينز. رومان رينز يا جماعه على حسب اللي احنا شفناه في عرض سماك داون اللي فات ده، فان بول هيمن قال ان رومان رينز اللي هو عاوز يقوله انه رومان رينز متقبل الهزيمه، ودي حاجه ما بتحصلش يعني ايه، دي حاجه رومان رينز ما بتحصلش معاه خالص لما في الشخصيه الشريره او الشخصيه الهيل بمعنى اصح يعني. وان رومان رينز لا يلوم ولا جاي اوسو ولا جون سينا ولا اندرتيكر، فدي حاجه طبعا يعني مش من رومان رينز الشخصيه الهيل بتاعته خالص. فانا اظن القصه الجديده اللي تريبل اتش حاططها لرومان رينز ان رومان رينز يرجع بشخصيه هيل، لكن بقى مش زي بتاعه البيج دوج بقى، مش زي بتاعه البيج دوج، شخصيه فيس جديده ممكن تعجبنا جدا. سيبك من شخصيه الفيس بتاع البيج دوج دي كانت من صنع ماكمان، شخصيه فيس جديده من صنع تريبل اتش، واتوقعها هتبقى شخصيه جامده جدا وممكن تليق على رومان رينز. على فكره رومان رينز هيعمل ايه بقى في الشخصيه الفيس بتاعته دي؟ رومان رينز هيكون محارب بقى انه يبقى هو لسه هو زي ما هو زعيم القبيله، عاوز يحارب ان هو يبقى زعيم القبيله. وسولو سكوا طبعا شخصيه هيل بنت 60 في 70 يعني، هو الواد اللي معاه ده، ورئيس البلاد لاين اللي محدش عارفه لحد دلوقتي هل راكيشي ولا الروك ولا سولو سكوا. فهنشوف كل حاجه، هنعرف كل حاجه وكل حاجه جايه قدام. فرومان رينز مستحيل انه يرجع بالشخصيه الشريره، لان رومان رينز الشخصيه الهيل بتاعته مستحيل انه ولا يلوم جون سينا ولا جاي اوسو ولا اندرتيكر. هو رومان رينز دي الشخصيه الشريره يا جماعه، لازم يلوم اي حد، لازم الكلام ده. فهو بعد الصدمه اللي حصلت له في الريسل مانيا 40 فهو هيتحول للشخصيه الفيس. ده تخطيط تريبل اتش، والظاهر التريبل اتش مجهز فعلا خطه رومان رينز هتبقى جامده جدا من غير الالقاب يعني وكده. وبس كده نكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت. ولو وصلت لحد دلوقتي في الفيديو ما تنساش تنزل تحت وتكتب رقم 7 وتثبت لوجودك تحت في التعليقات. ويلا سلام.